ده عز الدين صاحب سلسلة مطاعم أكله عظيم مش محتاج تقييم، والصورة دي يوم افتتاح آخر فرع من فروعه جوه مول كده يعني. بس عز الدين خسر لحد ما قفل، وده بقى عز الدين بعد ما قفل، ودي بقت حياة عز الدين. بدأ رحلة علاج عشان يتخطى الصدمة. قلت لي بقى ايه هي اسباب فشل مشروعك؟ ما تقولش فشل، الناس هي اللي ما كانتش بتعرف تركب. الموضوع وصل لمرحلة مرعبة. اللي هيقف عند باب الأوضة هكلبش له رجله. معاك احمد غفران من شركه النجم مش عايز مش عايز. بس هو ما وصلش كده بسهولة. لا يا فندم، حضرتك قربت جدا. حضرتك دلوقتي في المدق، بعد المدق هتلاقي اسفلت، بعد الاسفلت هتلاقي مول. ولما قرر يعمل دعاية للمكان، راحت عليك يا حلو. يا عيني عليك يا عز الدين. وفي يوم كده بدون اي مقدمات بيشوف بوست كده مكتوب عليه ابدأ مشروعك من عندنا. بوست عادي جدا ما فيهوش اي حاجة ملفت، بس الملفت في الموضوع جملة مولات الجيل الجديد ديستريكت 9، يعني حفلات وشوبينج وجيم فان زون وبادل ومطاعم وخروجات، وكل ده في مكان مش هيتكرر تاني لان الفيو الاهرامات، وكمان في باركينج يا عز الدين. ما تستغربش بقى من رد فعل عز الدين. انت خلاص مش محتاج غير ان يكون اكلك حلو وقول لهم انك في ديستريكت 9، وكده كده الناس هناك موجوده. ديستريكت 9 بدايه عصر مولات الجيل الجديد. عز الناس بره قلقانه عليك،